اهلا بيكم في حلقة جديدة. لو اول مرة تسمعني، انا هنا عشان اشارك معاك كل الحاجات اللي بنعيشها كل يوم، واللي ساعات بنلاقي نفسنا مش قادرين نعبر عنها. يمكن حلقة النهاردة تلاقي فيها حاجة تخليك تفكر في حياتك بشكل مختلف. النهاردة هنتكلم عن احساس صعب شوية. الاحساس ده ممكن تكون حاسس بيه من غير ما تعرف له اسم. لما تبقى ناجح في شغلك، حياتك ماشية، بتعمل كل الحاجات اللي المفروض تعملها، لكن جواك في حاجة ناقصة، بتحس انك مش متوازن. عن احساس صعب شوية. الاحساس ده ممكن تكون حاسس بيه من غير ما تعرف له اسم. لما تبقى ناجح في شغلك، حياتك ماشية، بتعمل كل الحاجات اللي المفروض تعملها، لكن جواك كأن في حاجة ناقصة. بتحس انك مش متوازن وانك مش سعيد رغم ان كل حاجة شكلها صح. مين فينا ما حسش الاحساس ده؟ مين فينا ما وصلش لمرحلة انه يفضل يسأل نفسه هو انا ليه مش مبسوط؟ هو انا ليه حاسس ان حياتي ناقصة رغم ان عندي كل حاجة؟ تعالوا نحكي عن ده النهاردة. هنحاول نوصل مع بعض للإجابات ونعرف نبدأ منين. أول سبب هو إننا بنعيش في سباق طول الوقت، شغل، مسؤوليات، أهداف، وكل حاجة بتضغط علينا، فطبيعي جدا نحس إننا فقدنا السيطرة. تخيل كده نفسك في يوم مليان مشاغل، بتجري من هنا لهنا، وكل لحظة محسوبة في وقت مش بتدي لنفسك فرصة تسألها أنا مبسوط؟ هو ده اللي أنا عايزه بجد؟ ده اللي أنا عايزه فعلا؟ يعني دي الحاجة اللي مخلياني مبسوطة ومخلياني أستمر؟ السبب التاني هو تعرفنا أصلا للنجاح. دايما بنسمع إن النجاح هو إننا نشتغل شغلانة كويسة تجيب فلوس، توصل لمركز معين، لكن هل النجاح ده بيضمن لك السعادة؟ كتير جدا بنسمع عن ناس وصلت لكن مش مرتاحة أو مبسوطة. تالت حاجة العلاقات. احنا كبرنا واحنا فاهمين ان لو حواليك ناس كتير تبقى محبوب، لكن الحقيقة مش في عدد الناس حواليك، الحقيقة في نوع العلاقات اللي بتلمسك بجد، اللي بتحس معاها انك مش لوحدك. لو مش واعي ان عندك مشكلة عمرك ما هتقدر تحلها. الوعي هو البداية. خد وقت كل يوم واسأل نفسك انا ايه اللي مضايقني؟ الحياة السريعة اللي احنا فيها خدت منا حاجة مهمة جدا، الوقت الخاص لينا. جرب تقضي وقت لوحدك، تروح على البحر، تروح الملاهي، جرب تعمل حاجة بتحبها ما عملتهاش من زمان، بعيد عن الموبايل، بعيد عن الزحمة، بعيد عن اي حاجة بتشتتك. ابدأ بالعلاقات اللي فعلا بتهمك. خد خطوة ناحية حد قريب ليك، اعرف اخباره وشاركه اللي جواك. العلاقات الحقيقية هي اللي بتضيف معنى للحياة. نجاحك مش بس في شغلك، نجاحك هو انك تكون متوازن، يكون عندك شغل بتحبه، علاقات حقيقية، ووقت لنفسك، ووقت تهتم فيه بصحتك. واهم حاجة نركز على حاجة الشغل بتحبه ده، عشان انت لو في شغل بتحبه او في كورس بتحبه هتعمل اضعاف اللي ممكن تعمله في حاجة انت ما بتحبهاش. اعرف ناس كتير بيبقوا ناجحين في الحاجات اللي بيحبوها، لكن الحاجات اللي مش بيحبوها بيبقوا مش فاشلين فيها بمعنى الكلمة ومش ناجحين فيها. فكل واحد بيبقى عايز حاجة بيحبها يدرسها، وبيعطي فيها كل المجهود بتاعه. فدايما يختاروا اي تخصص بتحبوه وادرسوه، حتى لو مش كلية انت بتدرس فيها. حاول تشوف انت بتحب ايه واعمله، بعيدا عن دراستك، بعيدا عن اي حاجة. فاهميني؟ الجزء الثالث معانا النهاردة، جيب ورقة وقلم واكتب كل حاجة شاغلة بالك دلوقتي. بعد ما تكتبها اسأل نفسك ايه الحاجات اللي تستحق مجهودي فعلا، وايه الحاجات اللي ممكن استغنى عنها. التمرين ده بسيط لكنه بجد اكتر تمرين قوي في الدنيا، يعني بسبب حاجات حلوه كتير في حياتي عموما، لانه بيساعدك تشوف الصوره اوضح. الحاجه التانية اللي معانا، جرب كل يوم لمده 5 دقايق تقعد في مكان هادي. ان شاء الله لو هتقفل الباب على نفسك وتقعد جوه عادي، فاهمني؟ تقفل عينك وتاخد نفس عميق، ركز على احساسك، ده يخليك تهدى وتركز اكتر، وهيشيل اي ضغوطات او ستريس عندك. والتمرين ده حلو جدا ومريح. هنتكلم كمان عن حاجة مهمة جدا في حلقتنا النهاردة. ليه بنحس اننا مش كفاية؟ لاننا ساعات بنكون لوحدنا، حوالينا ناس كتير، بس احساس الوحدة ما بيسيبلناش فرصة نصدق اننا مهمين في حياة حد. بنحس اننا مهما حاولنا، مهما قدمنا، مش بنوصل للي احنا عايزينه، وان كل اللي بنعمله بيضيع من غير ما حد يحس بيه. عارفين احساس لما تفضلي تدي وتدي وتدي وفي الاخر تحس انك فاضية، كأنك حفرة مليانة مية وكل اللي حواليكي بيشربوا منها، لكن مفيش حد بيملالك مكان اللي نقص. في اللحظة دي بنبص لنفسنا ونقول انا مش كفاية، انا ناقصه، انا فشلت. بس الحقيقة
احنا مش ناقصين، احنا مراهقين من كتر ما بنحاول نكون كفايه في عيون ناس عمرها ما شافت قيمتنا اصلا. بننسى نفسنا، بننسى نحبها ونحضنها في الوقت اللي بنكون محتاجين فيه الحنيه اكتر من اي وقت تاني. احساس انك مش كفايه بيجي لما تفضلي تبصي على نفسك من بره، من خلال عيون الناس اللي عمرها ما فهمت وجعك، اللي عمرها ما عرفت الحاجة الصغيرة اللي بتدوسي عليها كل يوم عشان تفضلي واقفة وساند ظهرك وباينة قوية قدام الناس. بس انت شايلة جواكي حروب محدش يعرف عنها حاجة، كل يوم بتقومي فيها انت بتكسبي معركة جديدة حتى لو حاسة انك مهزومة، يكفيكي شرف المحاولة. ساعات بتعدي لحظات بنحس فيها اننا بنصرخ جوا نفسنا ومحدش سمعنا، كأننا بنحاول نقول للناس حوالينا بصوا ليا انا بتواجه، حد يفهمني، حد يقول انا اللي بعمله كفايه. بس الرد بيبقى صمت يخليكي تحسي انك وجودك مش فارق، كأنك نقطه في بحر كبير محدش شايفها. والاصعب لما تحسي انك مش كفايه في عيون نفسك، لما تبصي على مرايتك وتلاقي عينك بتقولك ليه مش بتقدري توصلي، ليه مش بتعملي اكتر، طب ليه انت كده وانت عارفه كويس انك بتبذلي كل اللي تقدري عليه. بس الاحساس ده بياكل فيكي، بيخليكي تحسي انك اقل من اي حاجه ممكنه وكانك مش من حقك تتعبي او تضعفي. لكن يا جماعه كل انسان من حقه يتعب ويضعف عادي، يعني دي طبيعي تمام. بتعدي علينا لحظات نبقى فيها محتاجين حد يطبطب علينا ويقول لنا كفايه عليكي كده، انت كفايه بكل اللي انت فيه. لحظات نبقى فيها محتاجين نحس اننا مفهومين من غير ما نحتاج نشرح كل حاجه. بس للاسف ساعات بنعدي اللحظات دي لوحدنا، نحضن وجعنا ونسكت عشان ما نبقاش عبء على حد. بس خليني اقول لكم حاجه، انت كفايه بكل دمعه نزلت وانت خايفه حد يشوفها، كفايه بكل مره حسيتي فيها انك مش قد المسؤوليه ومع ذلك كملتي، انت جبل، انت قويه. كفايه لانك بتحاولي كل يوم تكوني احسن رغم كل التعب اللي جواكي، انت قويه وتستحقي كل حاجه حلوه في العالم. فلو حسيت انك مش كفايه تاني، افتكري انك مجرد وجودك هنا دلوقتي هو اكبر دليل اكتر من كفايه. انت مش ناقصه انت مش ناقصه حاجه، انت كفايه لانك انت وبس، بكل تفاصيلك، بكل حاجه فيكي، بعيوبك قبل مميزاتك، تمام، بكل قوتك اللي حتى لو انت مش شايفاها موجوده جواكي وتخليكي تقومي كل يوم رغم كل حاجه بتحاول توقعك. هكلمكم كمان النهارده عن القلق، بما انها حلقه حكاوي انا بقولكوا الكلام ده من قلب تجربة صعبة جدا. اياكي تخلي القلق ياكل حياتك، في النهاية هيحصل ايه يعني؟ ده السؤال اللي تسأليه دايما، ايه اخرتها يعني؟ مهما كان اللي هيحصل صعب، فما اظنش هيبقى اصعب من اللي بتعمليه في نفسك والهم اللي بتشيليه فوق دماغك ده. يحصل اللي يحصل، هي دنيا مقدر لنا فيها قدر من البلاء، هنعيشه. طالما البلاء ما كانش في انك تفقدوا ربنا وتظني بالسوء يبقى خير، لانه مفتاح النجاة من اي بلاء هو دوام اليقين في الله وحده، انه قادر على كل شيء، وانه لا يقدر بلاء الا لحكمة. في على نفسك شوية، ويعني اي حاجة تروح الدنيا باللي فيها والله. بس اهم حاجة ايه؟ اهدوا على نفسكم يا بنات، او يعني كان اللي بيتفرج على البودكاست دلوقتي اهدوا على نفسكم. هحكي لكم تجربة بسيطة جدا. كان في يوم من الايام حصل بلاء ليا، فاول ما حصل حسيت ان انا ضعيفة مش قادرة، حسيت ان انا ممكن اقع. بس في الوقت دوت اخدت خطوه جد، قلت لا انا قويه، انا ست قويه، فانا هقدر اعدي البلاء ده. وفعلا عديت البلاء ده وعرفت اتعافى منه. ويعني في كل حاجه نقدر نتعافى منها يا بنات، ما تقلقوش. حفاظا على السلام الداخلي، الواحد محتاج يفكر نفسه كل شويه من فتره للتانيه ان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. المكان اللي انا فيه دلوقتي انسب حاجه ليا في الوقت ده، والمكان اللي هروح له لما ربنا يأذن هو برضه هيبقى انسب حاجة ليا. والقرار اللي خدته وشايفاه غلط ما هو الا درس عشان اتعلم منه. والموقف الصعب اللي شايفاه ابتلاء غرضه ينشف عظمي قصاد الدنيا ويقويني عشان اقدر اكمل. والصحبة اللي تروح ما فيهاش خير وعشان كده ربنا بعدها. والقراط اللي مش من 24 بتوعي اللي كان نفسي فيه اكيد متعوض في حاجة تانية، والرزق في ايده هو بس. ربنا هو الرزق في ايده، بيرزقنا بكل حاجة نفسنا فيها. ساعات والله الواحد بيخجل يشتكي لربنا من ضغوطات الدنيا من كتر النعم اللي هو فيها. الحمد لله، اشكروا ربنا بجد يا جماعه، ودايما بصوا نص كوبايه المليانه. في حاجات كتير حلوه في حياتنا تستحق نشكر عليها ربنا كل يوم، حاجات كتير حلوه جدا بس احنا اللي مستغيبين عنها. عايزه اقول لكم كمان نصيحه في العلاقات، طول ما انت منبهر ما تاخدش قرار.
طول ما انت مش لاقي عيوب في حد معين ما تحكمش على علاقتك بيه. طول ما انت مقتنع ان شخص مفيش منه اتنين يبقى انت لسه ما تعرفوش او ما تعرفش عنه حاجه اصلا. الناس كلهم عندهم عيوب، فمش هيجي الشخص اللي انت لسه مقابله بالصدفه خرج كل قواعد الانسانيه ونزل الدنيا من غير ولا عيب. مفيش يا جماعه كده. بصوا فوقه يعني، طول ما انت منبهر، طول ما انت لسه مغيب فوق كده، وجرب خرافين 3 بعدين ابتدي خد قراراتك. عموما يعني متثقوش في حد. بس بقول لكم يا اصدقائي، محدش بينجح بالشغف والحماس وشقشقة العصافير والقهوة وفيروز على الصبح. النجاح بيحصل لما تصحى من النوم كاره نفسك وحياتك وتنزل تشوف وراك ايه، سواء بقى في الدراسة او الشغل، او تخلصي يومك وبدل ما تدخلي تنامي تقعدي تشوفي اللي وراكي والشغل اللي وراكي وانت برضو مش طايقة نفسك ولا طايقة حد. حتى الشغف والسعادة الدايمة وطريق وردي في رحلتك دول تروحي تدي بيهم محاضرات تنمية بشرية للأندر ايدج، اوكي، عشان تعمل منهم قرشين مش اكتر. الرحلة صعبة، عمرها ما كانت سهلة، فاهميني؟ بس لازم نهون علينا الرحلة دي بانها على دار بلاء، فاهميني؟ فانية يعني. في اخر حلقتنا حابة اقول لكم حاجة. في الاخر احساس ان في حاجة ناقصة هو احساس طبيعي، واحنا كبشر دايما بنسعى للاكتر، لكن المهم اننا نعرف ان ناخد بالنا من نفسنا في وسط السعي ده، نعرف نوقف لحظة ونشوف احنا ماشيين صح ولا لأ. لو الحلقة ديت لمستك او حست انها ممكن تساعد حد تعرفه شاركها معاه، واستنوني في الحلقة الجاية، انتظروني. هنتكلم عن مواضيع مهمة جدا، ازاي تتعامل مع الضغوط بشكل صحي وتقدر تخلق مساحة لنفسك وسط كل الزحمة اللي حواليك. يلا يا جماعة، مساء الخير.